عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير صباح الفل عليكم. يلا حبيبي، عايزين نعمل حاجة طريقة كده للفطار، جاهز الفطار. طيب عملت ايه؟ انا عجنت العجينة اللي انا بعجنها معاكم. اي معجنة تحط على معلقة خميرة، معلقة سكر، رشة ملح، معلقة لبن بودر. عايزة تحط ما تحطيش ما تحطيش، عندك حط ما عندكش خلاص. عجنتها وسبتها ايه، خمرت زي ما هي كده، ما هي بالخمير عشان نعملها في الزيت. ماشي. طيب عجنتها وبطيتها على الرخامه بتاعتي نظيفه، وبطيتها عليها وسبتها وغطيتها بايه، بكيس، وسبتها شويه. رحت جايه بطها بطه واحده، بدل ما اقطع واقرص واقعد ابط واعمل، عملتها واحده بس. وعندي علبه هي كانت بتاعه عصير اهي، عاوز اعمل نفس المقاس ده بس اهو. يبقى هلمها كده تاني وهعمل في بعضها، وهبطها واسيبها ايه ما نعمل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كل ما نسيبها بتخمر السمك بتعمل ازاي اهي، ما شاء الله. وهي في الزيادة تعمل عليها كده عشان ايه، كل ما تعملها كده زيتها سخنة تطلع عليها تقب عليها من فوق. شايفين ما شاء الله. وعجينة بالخميرة، معلقة خميرة ومعلقة، بسم الله الرحمن الرحيم، متحمرش قوي يعني. معلقة خميرة، معلقة رشة ملح، معلقة سكر، والله ولا عليها زيادة ولا أي حاجة خالص أهي. بسم الله ما شاء الله، حاجة طرية للفطار اهي. المفروض انا شايفين عامل ازاي اهي. خلي وشكوا بعيد، يعني هي بتقب والواحد لسه اهي ما شاء الله. وحاجة سريعة. على ما عملنا حباية بطاطس كنت انا عجنتهم ما شاء الله. انا وصلتش الفيديو. ولا بتاخدش زيت ولا حاجه يعني. الست دي برضه بنسيبها ونصفيها ما شاء الله. اهم حاجه تصفيها من الزيت. نعمل على قد الفطار. الدير ده برضه هسيبه واعمله يبقى عندي ايه جاهز، بدل ما اعمله يبقى كده، يبقى ساعة الاكل على طول اروح جاي عاملاه. شايفين ما شاء الله.
ودي مش عاوزه الا كوبايه شاي، حته جبنه حادقه، اتغمسي بعسل جايز، بطاطس جايز، والله انت حره بقى زي ما انت عاوز. بس هي دي، ومدين من غير بتتاكل من غير حاجه خالص، من غير حاجه خالص.